صباح الفل أو مساء الفل يا جماعة. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نقدر نجيب البيانات بين تاريخين في الإكسل بطريقة سهلة وبسيطة باستخدام دالة إكس لوك أب، بحيث إن أنا لو غيرت تاريخ البداية أو تاريخ النهاية بالشكل ده يبتدي يجيب لي ويستدرج لي البيانات اللي موجودة بين التاريخين اللي أنا حددتهم له بالشكل ده. أول حاجة أنا عندي هنا شيت فيه كل المبيعات، تاريخ، اسم العميل، المنتج، الكمية، السعر الإجمالي والملاحظات. وعندي هنا كمان شيت صغير ده اللي فيه بحث بين تاريخين. تمام، ممكن يكون في نفس الشيت أو في شيت منفصل. طيب هنعمل ده إزاي؟ هنستخدم دالة إكس لوك أب علشان نقدر نجيب كل المبيعات اللي تمت في الفترة اللي أنا هحددها له. هكتب هنا إكس لوك أب، واللوك أب فاليو أول حاجة عاوز يشوفها هي تاريخ البداية، وأقول له كوما وأنزل على الشيت بتاعي. اللوك أب أري هيبحث فين؟ هيبحث في التاريخ. أعلم عليها بالشكل ده، كنترول شيفت سهم لتحت، علم لي على كل التواريخ اللي موجودة في الجدول عندي. بعد كده كوما الريتيرن أري، أحدد البيانات اللي موجودة في الجدول كله بالشكل ده. كنترول شيفت سهم يمين، كنترول شيفت سهم لتحت، وأقول له كوما. لو ما لقاهاش يكتب لي إيه؟ يكتب لي مثلا not found. أكتب كوما، نوع التطابق زيرو، كوما السيرش من الأول للآخر، وأقفل القوس بتاعي كده. أول جزء معانا. تاني جزء معانا أقول له إلى، نكتب برضو دالة إكس لوك أب. اللوك اب فاليو المره دي هنستخدم الاند ديت، اقول له كوما وانزل على البيانات بتاعتي. اللوك اب اري اللي بيبحث عنها او القيمه اللي بيبحث عنها التاريخ، احدد الاول الخليه واعمل كنترول شيفت سهم لتحت واقول له كوما. الريتيرن اري احدد البيانات كلها واضغط كنترول شيفت سهم يمين سهم لتحت واقول له كوما. اف نوت فاوند لو ما لقاهاش يكتب نوت فاوند برضه، كوما نوع التطابق زيرو، كوما -1، واقول له انتر. زي ما ظاهر كده الدالة جابت لي البيانات اللي موجودة بين التاريخين دول. لو حبينا نتأكد ونغير ممكن نغير مثلا تاريخ الاند ديت ونعمله 6/10، هيبتدي يزود لي البيانات اللي موجودة بين التاريخين دول. في الآخر نقدر نطبق نفس الطريقة دي على أي نوع بيانات، مش بس المبيعات، لا كمان حضور وانصراف موظفين أو فواتير أو حتى بيانات موظفين. الفكرة كلها إنك تحدد الفترة اللي عاوزها والدالة هي اللي هتجيب لك النتيجة جاهزة. وبكده نكون عرفنا إزاي نستخدم إكس لوك أب لاستخراج البيانات بين تاريخين بشكل ذكي وسهل في الإكسل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تكتب لي في الكومنتات لو عاوز تسأل عن أي حاجة بخصوص الإكسل.